تاج، تفضل يا تاج. السلام عليكم. وعليكم الله السلام. يسعد مساك أو يسعد صباحك، وتحية لك والرحمة لشهدائنا في جنين وفي نابلس التي برهنت للجميع أن الفلسطيني مقاوم إلى آخر لحظة. ونعم. والحمد لله رب العالمين على هذه التشريف اللي الله شرفنا فيها رغم كل تخاذل الجميع. لكن النقطة اللي تكلمت فيها أنه طهران مطبعة، لا، طهران أوسخ بكثير من دولة الاحتلال. أقل ما فيها دولة الاحتلال عدو واضح بكل أريحية بحكي لك أنا عدوك، لكن أنه طهران أنه صديق، ليس صديق أبدا. طهران استغلت الوضع المأساوي المقرف للعربي ودعمهم للدول السنية الموجودة وتكالبها من أنظمة سنية مع دولة الاحتلال، ولعبت على الوتر المقاومة، صارت تقتل بالسوري وتقتل في اليمني وتقتل في العراقي، وبعد احكي لك بدعم فلسطين. يعني ما حدا شوه سمعتنا مثل ما حد شوهت سمعتنا طهران. خلينا نكون صريحين شوي، نيجي للصح، نكون صادقين. يعني ما حد يلعب على هذا الدف. اما تحكي لي احكي انا بتمنى دائما من اخوان الجزائريين، احنا كفلسطينيين نطلبكم اياها هاي الشغله، اطلعوا وناقشوا. يعني عفوا منك اخ اسعد، انت مش جايدك ماسك لهم مسدس بدك تقتلهم او شيء، لا، بكل اريحيه عادي ناقشوا بدون ما يطلع. انا بحبش اسلوب تطلع انت تروح تشتم الزلمه وتنزل. انت هيك بتعطي فكره عن الجزائريين انهم ناس بدون، انهم في تخلف. وانا لا، يا الجزائريين تاج، انا اطلع يا بنت الحلال اللي بيطلب الحديث، وكل واحد وتربيته. انا ايش صلح لك انا؟ صحيح صحيح. انا ما بحكي لك انت اخوي، لا، بحكي انا لاي واحد جزائري يطلع ناقش، هو مش عدوك. بالنسبة لهم، بالنسبة لحركة المقاومة، الحمد لله بتقدم الشهداء وبتقدم الجرحى وبتقدم الأسرى. عيب تحكي إنها مطبعة أبدا. قدمته لا أنت ولا غيرك ولا أي إنسان بيقدر يحط عليها. صحيح لها شوية أغلاط سياسيا كمكتبها السياسي، بس لازم نفصل مكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية عن العسكري كالقسام. احنا أول إشي ضد جدا مستقيل للحركة اللي عملوها إنهم راحوا للطاغية بشار، وأنكرنا هذا المعلومة، وطلعت في معلومات إنه في معلومات انه عشان يتكلموا بموضوع الاسرى الموجودين عند الحثالة بشار، وهذا الشيء مشكورين عليه اذا كان المنطق كلام منطقي. بالنسبه للدول اللي مش مطبعه، حرام ننكر، لازم ما ننكر انه الكويت لؤلؤة الخليج مش مطبعه. لازم ما ننكر انه السعوديه الى الان، يعني مش خايفه مني كفلسطيني تطبع، تقدر تطبع، لم تطبع. اليمن لم تطبع، حتى لو ايش ما يكون ماسكها لم تطبع. العراق لم تطبع. الجزائر الى الان لم تطبع. اللي بده يجي يطبع يا استاذ اسعد ما بخاف مني، مثل الامارات وغيره وغيره وغيراته. نحكي له صراحه، اما انا باختلافي مع النظام المغربي والنظام اللهم صل على سيدنا محمد الاماراتي، ما بيختلفوا إشي. عندنا زائرين بيجوا من المغرب وعندنا زائرين بيجوا من الامارات. الان الاردن جارتنا والان فيها مطبعه، مصر مطبعه. تمام، ما عمرنا شفنا اردني ولا شفنا مصري جايين وبيتباهوا مبسوطين وباخذوا نفسهم بالاحضان وبنرمي نفسهم بالاحضان في حضون دولتنا المحتله. سجل عندك استاذ. عامر بيريتس وزير الاقتصاد والصناعه مغربي. تمام. أرابيل مخروف إدرعي وزير الداخلية من مواليد مكناس 1959 مغربي. تمام. سجل عندك الثانية. دافيد مساليم، تمام، وزير مكلف بالاتصالات مع الكنيسة مواليد 1960 مغربي. عشان أعطيك المعلومات بالدقيق. إرافيت بيريتس وزير الشؤون القدس والتراث مواليد 1956 من طنجة مغربي. ميرام بيغيث مواليد المواصلات والبنى التحتية مواليد 1965 من طنجة مغربية. ميخال بيتون وزير الشؤون المدن ووزيرة الدفاع 1970 ومن الأصدقاء المقربين إلى ناصر بوريطة مغربي. أوريلي فيت بن قسيس وزيرة التعزيز المجتمع مواليد 1973 مواليد طنجة مغربية. عشان تشوف أخوي الكلام الصلي. أمير أوحنا وزير الأمن الداخلي مواليد 1957 مواليد طنجة مغربي. عشان أعطيك المعلومات كلها. ميراف كوهين وزيرة المساواة والاجتماع مواليد 1983 كمان من طنجة مغربية. تمام. ميكاف زهال مخلوف ممثل ائتلاف في البرلمان المواليد 1980
من مدينة مكناس كمان مغربي يحمل الجنسية. شوف قديش واحد بيشتغل بالحكومة الموجودين وبيحكي لك المغرب ما قدمت لنا إشي. المغرب من أول الآن أنتم بتتعزوا فيهم أختي وإخواني المغاربة، راح أمشي معكم بكل طريقة، بتتعززوا بيهودكم المغاربة. إذا أنتم مشتاقين ليهودكم المغاربة فأهل مكة أدرى بشعابها، صح؟ أنا كفلسطينية تمام، فأنتم مجبورين في أبنائكم خذوهم إلكم استفيدوا منهم من خبراتهم. ليش بترموا لنا إياهم موجودين؟ أنتم بتحكوا هذا الكلام إنه أنتم مع مغاربة اليهود. إذا أنتم مشتاقين لمغاربة اليهود أخي خذوهم أرجوكم. ما حد أذانا مثل ما أذانا يهود المغرب. الآن المغربي بالأدلة موجود عندنا وموجود في مستوطنة معالي إدوميم، وبجيب لك أدليل بنظفوا بأحذية مين؟ بأحذية المستوطنين ومبسوطين إنهم جايين يشتغلوا. انا بجيب لك شيء بالادله اخوي. ليش انت ما دامك انت خايف على انك بتحكي مع القضيه الفلسطينيه بتصدر لنا مرتزقتك وابناء بلدك وبتفتخر انهم مغاربه وبتيجي بتدعمهم وبتاخذ ابناء بلدك وبتحطهم عندنا وتحط لي اياهم عندنا وين؟ بفلسطين، وبتحكي احنا مع قضيه فلسطين؟ يا اخي اتق الله بنفسك، لا تكون لا ابيض ولا اسود. انتوا كمغاربه بتحبوا تكونوا رماديين. ارجوك ما حد يقاطعني واعطيك الراي على الاخر. انتوا بتحبوا ما حدا قاطعك، بس دقيقتين كملي بسرعه. الله يرضى، خليهم 5 الله يرضى عليك، واوعدك اني اصمت او انزل على دقائق. ماشي تمام. كملي. هاي اللي اعطيتك اياهم المعلومات هاي كلها. هي انت ناس تحكي لي احنا لجنه القدس ولجنه القدس ولجنه القدس. لجنه القدس حكينا لك المقدسيين موجودين، من اثرياء فلسطين المقدسيين. غير هذا الكلام المسجد الاقصى موجود الى الان، ابوابه مخلعه، شبابيكه مكسره، بلاطه مكسر، المصاحف فيه مهترئه، ممنوع حد يفوت. غير هذا الكلام وين هي اموالك اللي بتحكي عنها من خزينه الدوله المغرب العظمى بتروح للمسجد الاقصى؟ لمين بتروح؟ غير هذا الكلام والاهم من هذا، الان انتم اعطيتوني اعتراف رسمي ان نتشبث في الجزائر حكومة وشعبا. أعطيك ليش؟ بدأتي تخربطي. أعطيني صلي على رسول الله. أستغفر الله العظيم. الآن عندما يا أخوي صلي على رسول الله. يعني كان كلامك صح. طب صلي على رسول الله. طب صلي على رسول الله. لكن أوصلي للكلام. خليني أعطيك الزبدة بالكلام. طيب كملي. طيب الآن أنتم كمغاربة عندما أشوفكم بتطلعوا بتحكوا إحنا زي ما بيحكوها المغاربة رانا مع التطبيع. طب أنا كفلسطيني مش مضطرة إني أروح ألتجئ للجزائريين اللي هم معانا قلبا وقالبا كشعب. طيب أنتِ لمتي المغرب لماذا؟ بس دقيقة أكمل كلامي ب3 دقائق وأنا بدي أناقشك أنت. تمام. الآن باقي دقيقة على العين والراس. تمام. الآن أنا لما أشوف الجزائريين قدموا لي الجزائريين بجيب لك الأدلة وبجيب لك إياها إلى الآن موجود بالأدلة، من مخيمات، من مستشفيات، من مواد طبية، كل شيء. لكن الجزائري الرجل ما بيحب يذكر ما قدم لأخوانه الفلسطيني، عكس جارته التي كل ساعة قدمنا ليبرئ نفسه من التطبيع. اتقوا الله في أنفسكم فبكرة الأمور بتنقلب. غير هذا الكلام عندما تأتونا بوزير الدفاع الإسرائيلي على حدود الجزائر لتخويفه. أكمل النقطة وانزل. مداخلتك جميلة ورائعة، وصلت الفكرة. أنت تريدي أن تقولي لحظة وصلت فكرتك، الجزائر معك والمغرب خذلتك. أكيد. الموضوع وصل. لكن بس في نقطة بدي أنزل نقطة صغيرة. لا بس النقط أرجوك لا بس النقط. اصبري. بس نقطة صغيرة مهمة لموضوع الجزائر. اصبري. طيب قري لحظة. شو قري؟ يعني حاضرة، يعني مش تدخل. يعني أنت لحظة وشرحتي وضع ايش قري؟ ما فهمت. الأقصى يعني أبوابه مخلعة، نوافذه صحيح، وفيك تتأكد حقك طبيعي. لحظة قري. شو قري؟ مش فاهمة. بنصفك بس يعني هاي شتمة ولا ايش قري؟ مش فاهم عشان أعرف. قري يعني اهدئي باليمني. حلو. ماشي. يعني اهدئي باليمني. ما شاء الله عليك، أسردتي وذكرتي أسماء اليهود المغاربة وأنهم شغالين ومع إسرائيل. أوكي حقك. وصلتي إلى المسجد الأقصى ونوافذ مكسرة والأبواب مهترئة. أين المغرب؟ لماذا لم تقولي أين الجزائر أيضا مثلا؟ وأين بقية الدول العربية؟ ايش معنى المغرب هنا؟ ليش؟ لحظة. أحكي لك ليش؟ لحظة والله. لجنة القدس التي يدعون يغنوا فيها ليل نهار. يا حجة قري الله يرحم والديك. يعني أنت بيطلع لك الآن مغربي يذكر لك كم استشهدوا مغاربة وكم مستشفيات ميدانية وكم صرفوا وكم فعلوا، وبالأرقام وباعترافات عباس وباعترافات هنية وباعترافات حماس وباعترافات الجهاد وباعترافات كل الفصائل الفلسطينية. لا تقولي لي تبون نعمل لك، يعني تبون يؤمن بحل الدولتين، يعني مطبع.
هالموضوع. اذا في فائده من التطبيع تبون بيقولوا له يطبع. هنا انت وضحتي ان المغرب ما بيعمل شيء، لكن عندما تاتي وتلمعي الجزائر فقدتي المصداقيه، خربقتي يعني، تشوشعتي، وهذه مشكله.